السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. حبايبي اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل القشطة اللي انا استعملها بالحلويات، استعملها بالبسبوسة، استعملها بالكنافة، استعملها بالبقلاوة، استعملها بزنود الست. فطريقتها كلش بسيطة وسهلة واسويها بالبيت. المقادير اللي راح استعملها هي 1.5 كوب من الحليب، ملعقتين كبيرة من السكر، 3 ملاعق كبيرة نشا، وقشطة قيمر. راح اخذ منعتها، ما راح اخليها كلها، راح اخذ منعتها بس ملعقتين اكل حتى انطيها هاي الغذاء بالدسامة، او حتى تصير يعني دسمة وطيبة وكلش ذيك. عندي هذا الحليب وياه سكر خليت، راح اخلي النشا. طبعا على البارد اضيف النشا حتى لا يتكتل عندي ويا الحليب. اذوب الحليب، عفوا النشا بالحليب كامل، السكر يذوب. يلا اخليها على النار مالتي، واظل اخلط بيها الى ان تصير ثخينه، تدخل عندي تصير كلش ثيك. اطفي النار عليها واخليها قشطه مالتي. رايقه هاي صارت لي بهذا الشكل قشطه مالتي. هسه وهي حاره اخليها خشبتين اكل جيمر. ناس تخليها اكثر جيمر، اني ما احب هذا اسمه هوايه. اخلطها. هسه بعد ان خلطتها اخليها بكاسة، اخليها بالثلاجة تبرد. يلا استعملها. هاي القشطة مثل ما تشوفون كملت وصارت كلش ثخينة وحلوة ومرتبة. يا رب تعجبكم، وراح تقدرون تستعملوها مثل ما قلت لكم كافة انواع الحلويات. حبايبي اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون اشتراك بالقناة مالتي، تسوون شير للفيديو، مشاركته مع احبابكم واصدقائكم، تسوون لايك للفيديو، وان شاء الله التقيكم بوصفة جديدة، ومع السلامة.